بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. إذا نلتقي بكم مرة أخرى لنتحدث عن لقاء المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره البوتسواني. إذا جرى اللقاء في ملعب المجاهد المرحوم أيت أحمد حسين أيت أحمد في مدينة تيزي وزو يوم 4 سبتمبر. إذا لاحظنا اللقاء وشاهدنا المباراة. من بين الملاحظات اللي شاهدنا أنه أظهر المنتخب الوطني بالمستوى الغير مرجو أو الغير منتظر للأسف. إذا لما نلاحظ المباراة خلال 90 دقيقة شفنا أنه المنتخب ما كانش يلعب بخطة واضحة، خطة لا من ناحية التكتيكية ولا من ناحية الأداء. إذا الأداء المنتخب كان هزيل، نقولها بصراحة وبأسف. نتمنى أن الطاقم الفني يحلل المباراة بصورة جيدة ويصحح لنا كل ما أظهر في هذه المباراة. إذا هذا المنتخب البوتسواني خلق صعوبة للمنتخب الوطني، وكما شفنا اللقاء أنه لعب راجع الوراء، يعني لعب الدفاع، كان يدافع وكان يستغل الفرص في المرتدات في العكس ويخلق لنا مشاكل. شفنا أنه عندنا مشكلة، مازال عندنا مشكل كبير في خط الدفاع. مازال كاين إشكال، مازال ما تصححتش المشكلة. خط الوسط ما أداش ما عليه. ما نشوفوا مثلا بوداوي ما أداش الدور كما ينبغي، ما عرفناش الإشكال وراه. عوار ما ظهرش أيضا. قويري من ديك الناحية كان يدير بعض الأشياء ولكن مش ما وصلش للمطلوب. أيضا نشكر كل من عمورة وبونجاح اللي استطاعوا كما نقولوا عفوا استطاعوا يخلوا الفريق يتحصل على الثلاث نقاط، وهي الأهم. والفريق الآن يحتل المرتبة الأولى في المجموعة ب18 نقطة. إذا ظهر لنا مشكل أيضا في الحراسة. بقندوز دار بعض الأخطاء. نتمنى من الطاقم الفني يراجع حساباته. إذا هنا لو نبقى نشوفوا إلا بقت الأمور تسير بهذا الاتجاه صعيبة، الأمور صعيبة في المستقبل. نتمنى وإن شاء الله الطاقم يعاود يراجع حساباته جيدا ويحاول يقرأ الأمور قراءة جيدة ويعالج لنا هذه الأمور اللي ظهرت والله يعني بصراحة الأمور راهي تخوف. إن شاء الله بربي يركز هذا الطاقم، يركز تركيز جيد ويحل لنا هذه المشاكل إن شاء الله، باش نشوفوه إن شاء الله في اللقاء الآتي الجاي، اللقاء اللي هو تاع غينيا اللي سوف يكون يوم الاثنين. إن شاء الله يرجع لنا، يحلوا لنا المشاكل هذه اللي ظهرت ويظهروا لنا بوجه اللي يخلي الجمهور الرياضي يرضى على المنتخب الوطني. إذا هذا ما نتمناه، وإن شاء الله يوجدوا لنا الحلول ويظهر بالوجه كنا الذي يرضي، لأنه في المستقبل غادي يكونوا غادي نلقاو فرق شوية المستوى تاعها أعلى من فريق البوتسواني. احنا حسب الفيفا الترتيب تاعنا راه 36 وهذا الترتيب تاع بوتسوانا هو 135. إذا المهمة ما غاديش تكون سهلة. إذا على الطاقم يخدم بطريقة بجدية ويكثر من العمل باش يوجد لنا الحلول، لأنه غادي نواجه في النهائيات كأس افريقيا. وإلا تأهلنا إن شاء الله نتأهلوا، لأنه رانا خطينا خطوة كبيرة بصح من ناحية الأداء
خصوصا في هذا اللقاء ما عرفناش الإشكال وراه. نتمنى من الطاقم من الناخب الوطني بيتكوفيتش والطاقم التقني أنه ياخذوا الأمور بجدية ويحلوا لنا المشاكل ويظهر الفريق بالوجه اللائق واللي رانا باغينه احنا كجماهير وكمناصرين. وفي الأخير نتمنى إن شاء الله يوجدوا لنا الحلول إلى حين إلى غاية أو إلى حين يلعب الفريق مع الغينيا. نترككم أو نستودعكم الله، ونلقاكم بعد اللقاء مع غينيا في تحليل المباراة إن شاء الله. وإن شاء الله نحلوا يكون التحليل ونكون النتيجة تكون مليحة، ونتلقى إن شاء الله بربي المنتخب يؤدي أداء مليح ويفرحنا إن شاء الله، ويتحصل أيضا على 3 نقاط اللي تزيد تقدمه باش نضمنوا التأهل لنهائيات كأس العالم 2026. إن شاء الله بربي يكون الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.